يعلم قدرهم. لقد جهروا بدعوتهم دون أي خوف. وبدأت رحلة تعذيب المسلمين على يد الكفار في مكة. وصبرا على الأذى يا بلال، لأوجاعك إنك بال. قل إن اللات إلهك من دون الله، لن نرحمك حتى تعود يا أسود الوجه. طريق الجنة بينادي، طريق الجنة بينادي، ده مهما ربطوك بحبال. لقد حاربناهم بكل أساليب القوة والوحشية، وما زالوا متمسكين بدين محمد. علينا أن نقاطعهم أكثر ونضيق عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. وصبرا على الأذى يا بلال. وجاءت الهجرة إلى الحبشة لتخفف عن المؤمنين شيئا من هذا العذاب. وكانت الهجرة الأولى في رجب سنة 5 من البعثة. هاجر أول فوج من الصحابة 12 رجلا ونسوة، رئيسهم عثمان بن عفان، ومعه السيدة رقية بنت محمد. وقد بلغ مهاجري الحبشة بعد وصولهم بشهرين أن قريشا قد أسلمت، فرجعوا إلى مكة وعلموا جلية الأمر وأن قريشا لم تسلم. ثم اشتد الأمر عليهم وعلى المسلمين من قريش. وكانت هذه الهجرة الثانية، وكانت أشق من سابقتها، وعز على قريش ذلك، ووضعوا خطة محكمة وتوقعوا أنها لن تفشل. وأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة لإعادتهم، ولكن الله غالب على أمره. أيها الملك، إنه قد جاء إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم. قال جعفر: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام، حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. لقد فتح الله على جعفر بن أبي طالب حتى بكى النجاشي عندما سمع آيات سورة مريم، وبكت الأساقفة. إن هذا والله والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. انطلقا فلا أسلمهم إليكما أبدا. هذه كارثة. لقد أسلم عمر بن الخطاب وحمزة عم محمد. وكذلك فشلنا في استرداد المارقين الفارين إلى الحبشة يا أبا الحكم. لا أدري ما الذي يغري هؤلاء القوم في دين محمد. حتى أن أبا طالب لم يعبأ بكل ما عرضناه عليه من حلول وإغراءات. لا بد من مواجهة كبرى مع محمد وأتباعه. لا أعرف موعدها، لكنها آتية لا محالة. يا معشر قريش، لقد اجتمعنا على هذه الوثيقة التي تقضي بمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب، فلا بيع ولا شراء ولا زواج بيننا وبينهم حتى يسلموننا محمدا لنقتله. سنحاصر محمدا وعشيرته
حتى يعودوا راكعين مستسلمين. مهما كان الثمن فلن ينتصر علينا محمد ومن معه من الصابئين. اللهم الطف بنا يا رب، اللهم ارفع مقتك. ومرت سنوات على هذا الحصار الظالم، والذي ذاق فيه المؤمنون مرارة الحصار وحلاوة الصبر والإيمان. لا تبيعوا لأتباع محمد أي طعام أو شراب، زيدوا على السلعة أضعافها إذا جاءكم أحدهم. وماذا يستفيد التجار منك يا أبا لهب؟ سنعوضكم بالمال، ولكن قاتلوهم معنا. لماذا تفعلون كل هذا مع بني جلدتكم؟ تركوا دين الآباء والأجداد. وما هو الدين الجديد الذي يدعون إليه؟ كف عن هذا اللغو وإلا قتلتك، فلا دين إلا ما نحن عليه. يا حبيبي يا رسول الله، مات أبو طالب الذي كان ينصرك، وماتت خديجة التي كانت تهون عليك كل شيء. ومع اشتداد أذى قريش للإسلام وجرأتهم على النبي بعد موت أبي طالب سنده، بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن منافذ جديدة للدعوة. حبيبي يا رسول الله، تذهب كل هذه المسافات وتقطع الصحراء داعيا لدين الله وحدك. فاستصغر هؤلاء القوم ما قاله لهم رسول الله، ونادوا صبيانهم ليؤذوا رسول الله. أخذ أهل الطائف يرمون النبي الكريم بالحجارة حتى نزفت قدمه الشريفة دما طاهرا، وزيد بن حارثة يحاول أن يحميه ويصد عنه. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. وماذا فعل رسول الله يا زيد؟